حديقة كومودو الوطنية موجودة بين جزر سومباوا وفلوريس في مقاطعة نوستنجارا الشرقية في إندونيسيا، وفي سنة 1986 ميلادية اعتبرتها اليونسكو موقع من مواقع التراث العالمي، وفيها حوالي 29 جزيرة بركانية زي الجزر الرئيسية الثلاثة واللي أساميهم رينكا وبادار وكومودو. بيعيش فيها حوالي 2500 تنين كومودو، وده مخلوق هنتكلم عنه لوحده، وغيرها من الحيوانات البرية زي أنواع مختلفة من الزواحف والطيور والثدييات. بتتكون الحديقة من التلال الجبلية والغابات المطيرة الاستوائية وغابات السافانا والشواطئ الرملية البيضاء اللي عليها تنوع بيولوجي بحري غني. والبيئة البحرية في حديقة كومودو الوطنية واحدة من أغنى البيئات في العالم من ناحية الحيوانات وكمان النباتات اللي لسه محدش اكتشف معظمها. مساحة الحديقة حوالي 2000 كيلومتر مربع، بتشمل الأراضي والمية اللي بيعتبروا محمية طبيعية. لو مهتم في يوم من الأيام تشوف مخلوق تقدر تقول عنه ما يقدر عليه إلا ربنا، يبقى مفيش قدامك أنسب من تنين الكومودو. تنين الكومودو واللي اسمه العلمي فرانوس كومودونزيس هو نوع من أنواع السحال العملاقة، بيوصل طوله ل 3 متر ووزنه لحوالي 70 كيلو، وتقدر تقول عليه إنه أكبر أنواع السحالي في العالم، وكمان فهو من أشرس المخلوقات على كوكب الأرض، وطبعا فهو بيتغذى على اللحوم وبيقدر ياكل حوالي 80% من إجمالي وزن جسمه في وجبة واحدة. يعني لو افترضنا إن وزنه مثلا 100 كيلو يبقى يقدر ياكل 80 كيلو من اللحوم في وجبة واحدة بس. مش ده بس اللي بيميز الكومودو، لكن كمان ده بيعرف يعوم وبيجري على الأرض بسرعة توصل ل 20 كيلو متر في الساعة، وكمان نظره وحاسة الشم عنده أقوية جدا، وبيقدر يشوف ويشم بوضوح الفرايس بتاعته من على بعد 300 متر. بصراحة مش فاضل غير إنه يطير ويطلع نار من بقه. والكومودو بسبب جسمه الضخم ووزنه التقيل وكمان قوة عضته يقدر ياكل فرايس كبيرة جدا زي جاموس المية مثلا أو الغزلان أو الخنازير البرية، والإنسان كمان من ضمن نظامه الغذائي. وكل ده طبيعي بالنسبة لكائن مفترس بالحجم ده. كل ده بالنسبة للأحياء بس، لأنه ما شاء الله مش عاتق، وبياكل كمان الجيف اللي هي جثث الحيوانات اللي ماتت وتعفنت. والغريب انه بيعمل كده من غير ما يحصل له اي حاجة، ولو ما لقاش اي حاجة من الحاجات اللي قلنا عليها دي كلها عشان ياكلها، فتنين الكومودو بيتغذى على نفسه. يعني ممكن تنين كومودو ياكل تنين كومودو تاني عادي جدا. الأعجب بقى من كل اللي فات هي طريقة الكائن ده في الصيد، لأنها من أغرب ما يمكن. الكائن ده لما بيلاقي إن الفريسة بتاعته كبيرة ومش هيقدر يخلص عليها من أول مرة، أو إنه مثلا مش جعان دلوقتي بس هيحتاج ياكل فيما بعد، بيعض الفريسة بس وبيسيبها. ايوه زي ما سمعت كده، بيعضها ويسيبها. اصل الكائن ده عنده في بقه كمية بكتيريا سامة كبيرة جدا، فبمجرد ما تتعض الفريسة بتدخل البكتيريا دي في جسمها وبتبدأ عملية التسمم للفريسة اللي غالبا بتموت خلال 24 ساعة بس. وبيقعد الكومودو يستنى لحد ما الفريسة تموت وبعدين ياكلها. يعني اللي بيقع في طريقه يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. بسبب المكان اللي بيعيش فيه الكومودو وكمان بسبب جسمه القوي جدا وجلده التخين القابل للتمدد واللي بيخلي من الصعب جدا اختراقه، فالكومودو على عكس كل المخلوقات ملوش أعداء في الطبيعة. يعني مفيش كائن مفترس بيحط تنين الكومودو في نظامه الغذائي. ده حتى الأسد لو شافه في الغابة يقول له سوري يا باشا أنا نباتي النهاردة. بعيدا بقى عن تنانين الكومودو، فحديقة الكومودو الوطنية بتعتبر بيت كبير لمخلوقات برية وبحرية كتير، زي مثلا 12 نوع من التعابين و9 أنواع من السحالي غير الكومودو طبعا، وأنواع مختلفة من الضفادع، وكمان غزلان التيمور الفريسة الرئيسية لتنانين الكومودو، والخيول وجاموس الماء والخنازير البرية وفيران رينكا وخفافيش الفاكهة. ده غير أنواع كتير من الطيور واللي بيوصل عددها لأكتر من 40 نوع مختلف. وكمان الحيوانات البحرية هناك متنوعة بشكل كبير، وفي أكتر من 1000 نوع من الأسماك و70 نوع من الإسفنجيات و10 أنواع من الدلافين و6 أنواع من الحيتان وأطوم البحر أو بقر البحر. ده غير السلاحف الخضراء وأنواع كتير من أسماك القرش وأسماك شيطان البحر الضخمة وأسماك الرقيطة أو الراي اللاسع والزواحف البحرية والقشريات وأحيانا الحيتان المهجرة. كل ده بيخلي حديقة الكومودو الوطنية تستحق عن جدارة تكون واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية، وخصوصا لأن فيها تنين الكومودو.